سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بتبدأ حكايتنا في وسط المطر وبنسمع صوت أحد رجال عصابات القرود بيكلم بطلنا وبيقول له ما يفتكرش إنه معفى من سداد القرض بس عشان عيلته ماتت، وإن قوانينهم بتقول إن الابن لازم يسدد الفلوس اللي كانت على أهله. بطلنا بينفعل على الشخص ده وبيقول له إن كلامه ده ظلم لأن عيلته ما ماتتش بشكل عادي وإنما ماتوا من التعب أثناء شغلهم جوه المناجم. بيعدي الوقت بعدها بسرعة على الحوار ده وبيضطر بطلنا لياوي يكمل شغل عيلته، ووظيفته الحالية هي عامل منجم ولكنه بيحفر جوه بوابات الابعاد. احد العمال بينادي عليه قبل دخول احد المهمات بتاعتهم وبيقول له انه كان بيشتغل بجهد كبير وكلها سنه بس ويقدر يدفع الديون اللي عليه ويبقى حر. بيكمل العامل بانه لو عايز يشتغل معاهم لفتره اطول يقدر يعمل كده، وبيوعده انه هيقدر يشتري بيت صغير خلال 3 سنين بالكتير. لياو طبعا جواه سواد كبير تجاه الوظيفه دي كلها، وعشان كده بيقول انه بمجرد ما يسدد الديون هيطلع يجري بعيد عن البوابات. بيعرفنا ليو عن العالم ده أكتر بعدها وبيقول إن دخولهم البوابات ليه جانب إيجابي بسيط، وهو إن في فرصة 1 من 1000 إنه يصحي قدرات خارقة نتيجة التعرض للإشعاعات. لكن طبعا فالمساوئ أكتر بكتير جدا يا صديقي، لأن الإشعاعات نفسها بتسبب أمراض كتير، وكمان لو الصيادين نسيوا وحوش حية هتبقى مصيبة. أثناء رحلتهم بيتكلموا 2 مع بعض وواحد منهم بيسأل صاحبه لو كان ليو ده هو الواد اللي عيلته ماتت من 3 سنين وتم إجباره يحل محلهم. بيرد عليه زميله بانه اكيد عيل غلبان وعبيط، لان موت عيلته جوه البوابات كان المفروض يخلي العصابه تعوضه مش تدفعه تمن اكبر. اللي على الشمال بيقول لصاحبه انه لو ما كان لياو فساعتها كان هيخلي العصابه تدفع له تعويضات مناسبه بالقوه. لياو بيكون سامع كلامهم ده كله وهو حزين لانهم بيقولوا عليه ضعيف ولكنه مش بيتكلم، وبيكتفي بس بانه بيقول في نفسه انه مش هو اللي اختار يكون ضعيف كده ابدا. على باب المنجم الموجود جوه البوابه يا صديقي بيكلم صالح زمايله وبيقول لهم يبدأوا شغل لأن كل حاجة جاهزة خلاص. الأرض من تحتهم لحظتها بتبدأ تهتز فورا، فبيسألهم صالح لو كانت البوابة بتنهار. عجول على اليمين بيقول له يبطل يصرخ زي الجبان لأن دي مجرد هزة أرضية بسيطة، وساعتها صالح بيقول له إن مفيش هزات أرضية بتحصل جوه البوابات أساسا. حمو بيأكد على كلام صالح صاحبه وبيقول إنه شغال جوه البوابات من سنين ودي أول مرة يشوف زلزال جواها. كلامه بيسبب حالة من الخوف في المكان والعمال بيكونوا عايزين يجروا، وبيقولوا ان دي ممكن تكون اشاره على وجود وحوش بالقرب منهم. عجوة اللي مش بيقتنع باي حاجه بيرفع صوته عليهم وبيقول لهم يبطلوا هبل لان البوابه دي تم اخلاها من الوحوش بواسطه الصيادين من حوالي 3 سنين او اكتر. ولسه عجوة بيكمل زارتنج بيتفاجئ باللي مش وحش خالص بيخلص عليه، وساعتها علامات الصدمه بتملى وش كل الموجودين بمن فيهم الحزين لياو. الوحوش بعدها بيبداوا يخرجوا من كل مكان، فبيطلعوا العمال كلهم يجروا وكل واحد فيهم بيكون مركز مع نفسه بس. سرعة الوحوش للأسف كبيرة جدا مقارنة بالبشر، وعشان كده كتير منهم بيموتوا ما عدا بس بعض المحظوظين واللي بيكون من وسطهم لياو. بطلنا بيقول انه مش هيفضل محظوظ لفترة طويلة اكيد لانهم تعمقوا جوه البعد السري، وعشان يقدر يخرج منه فيحتاج يجري مسافة 10 كيلومتر. خوف لياو بيخليه يسأل نفسه لو كان الهروب ممكن اساسا ولا الكل هيموتوا هنا، ومع انه سريع شوية لانه لسه شباب مقارنة ببقية العمال الا ان حظه زي الزفت للأسف. ما هو في وحش بيرمي واحد من زمايله لبعيد والزميل ده بيرتطم بظهر بطلنا بقوة لدرجة انهم الاتنين بيطيروا سوا وقتها وبيخبطوا في احدى الاحجار الضخمة قدامهم. على ما بيقدر لياو يقوم من تاني بيتفاجأ ان كتير من العمال طلعوا العربية وبيتحركوا بيها. لياو بيحاول ينادي عليهم عشان يستنوه ولكنهم بيتجاهلوه من شدة الرعب اللي بيكونوا فيه. وفوق كده فاول ما بيبدأوا يتحركوا بيكون احد الوحوش ظهر فوق العربية وبيسلم عليهم. العمال مش بيكونوا شايفينه في البداية ولكن ده بس لحد ما بيحطم سقف العربية على دماغهم، وباستخدام ايديه بيسحبهم الاتنين من قفاهم بره العربية وبينطلق الوحش بيهم ناحية اصحابه. لياو بيتصدم لما بيلاحظ ان بقية الوحوش بتنطلق ناحية العربية برضه، وبيقول ان شكلهم فاهمين وظيفة العربية بشكل ما وعارفين انهم بيحاولوا يهربوا، بس قبل وصولهم للعربية بلحظات بنشوفها بتنفجر وبتدفعهم لبعيد. اللي حصل ده مش بيكون حلو بالنسبة لبطلنا لان بعض زمايله ماتوا، لكن وعلى الجانب الاخر فده برضه بيخلي
بيخليه يعرف نقطة ضعف الوحوش، لأن النيران لما مسكت فيهم خلصت عليهم كليا. لياو بيقول إنه مش متأكد إذا كانت النار هي سبب موتهم ولا شدة الانفجار نفسه، ولكنه مع كده حاسس إنه ميت ومن الأفضل يحاول يجرب يمكن يطلع صح. أفكاره بتنقطع لحظتها بإحدى هجمات الوحوش عليه، وبيقول لياو إنه كان غبي لما نسي إن الوحوش كانوا 3 مش 2 بس. لحسن حظه ففي جنبه شعلة نارية فبيجري عليها عشان يمسكها ويجرب نظريته الجديدة. باستخدام الشعلة دي بيبدأ يكون حلبة نارية صغيرة حوالين نفسه بسرعة، ووقتها بس بيتأكد إن تفكيره كان صح وإنه فاجر وعنده سرعة مديحة في المواقف الصعبة. لياو بيرفع صوته وبيطلب من زمايله الأوغاد يركزوا وبيقول لهم على نقطة ضعف الوحوش. أثناء كلامه بيبدأ الفصل الثاني فبيفتكر الكاتب إنه نسي يشرح الحكاية في أول فصل، وبيعرفنا إن البوابات ظهرت من 10 سنين في جميع أنحاء العالم وخرجت منها الوحوش والزرتنج اللي احنا عارفينه ده كله، ولأن الكل فعل رد فعل والكل منوى نفس القصة برضو يا صديقي، فده بيفسر ليه البشر كلهم أيقظوا قدراتهم في نفس الوقت. ظهور الصيادين مش بس منح البشرية الأمل في النجاة بدلا من الاستسلام للموت، بل وكمان فالصيادين وجدوا أحجار مانا جوه البوابات واستخدموها كمصدر جامد للطاقة. بالرجوع من تاني لأبطالنا فهنسمع لياو بيقول لنفسه إنهم للأسف مش صيادين وإنما مجرد بشر عاديين بيدخلوا يحفروا عشان الفلوس حلوة في الوظيفة دي، فمع إن مرتباتهم ما تجيش حتى 1% من مرتبات الصيادين، إلا إن الفلوس اللي بياخدوها أعلى بكتير من كل الوظائف العادية. بنشوف بعدها إن العمال ابتدوا يسمعوا كلام بطلنا ويجمعوا الشعلات النارية، وبيطلب منهم لياو يجيبوا كل براميل البنزين الموجودة في غرفة البنزين حالا عشان يقدروا يتراجعوا ويوصلوا للبراميل دي بأمان. فبطلنا شايف إنهم لازم يوجهوا المشاعل ناحية الوحوش مع المشي للخلف ببطء. بالفعل العمال كلهم بيسمعوا كلامه لأنه آخر أملهم في النجاة، وبيكونوا هيطيروا من الفرحة لأن مفيش ولا وحش بيحاول يهجم عليهم فعلا. مع شوية خطوات لورا بيوصلوا لأماكن البراميل، ووقتها لياو بيقول لهم يسكبوها على الأرض في الحال. العمال بينفذوا الأوامر من سكات لأن كل حاجة ماشية تمام حتى الآن بفضل بطلنا، وبعدها بيرموا الشعلات اللي معاهم على البنزين وباستخدامه بيخلصوا على بعض الوحوش. النيران دي بتكون كافية لإبعاد الوحوش عنهم لفترة، وعشان كده حلاوة بيشكر بطلنا، وكمان بقية العمال بيوعدوا إنه لو طلب أي حاجة منهم مستقبلا هينفذوها عشان يسدوا الدين اللي عليهم. أثناء كلامهم عن لياو بتيجي على تمثال كبير وبيقول أنا حاسس إني شفت الموقف ده قبل كده، وبيفتكر خلال ثواني إنه حصل في مانوا لولو سيفلينج، ودي النسخة الصيني من حكاية مشهورة كده. يعني العمال بيقولوا إن التمثال ده موجود من أيام زمان جدا، وإنهم تقريبا بيشوفوه في كل مرة بيجوا يحفروا فيها وينجموا جوه المكان ده. صالح في الوقت نفسه بيكون بيحاول يتواصل مع المقر، وبيكون حمو فرحان لما بيسمع صوت أشخاص في اللاسلكي. حمو بيسحب اللاسلكي من صاحبه وبيقول لهم لحقونا دول هيموتونا يا جدعان، ولكن الرد الصادم بيجيله من الهاتف بان فرقة الانقاذ هتوصل خلال حوالي ساعتين. صالح بصوت مفزوع بيحاول يوضح لهم انهم كده هيكونوا ماتوا خلاص، ولكنه بيتفاجئ بنفسه بيكلم نفسه لان الشخص اللي كان معاه على الخط مشي وسابه. الخوف بيملى كل العمال لان الملابس بتاعتهم بتشتغل بحاجة اشبه بالبطارية، وكلها ساعة ونص والحماية بتاعتها تروح والاشعاعات تملى اجسادهم. ليو لما بيسمع كلامهم بيبص على البطارية وفعلا بيشوف ان الطاقة المتبقية فيها 61% بس. حمو بيوصل لحالة من اليأس وقتها فبينادي على كل العمال وبيقول لهم يركزوا معاه. بيوضح لهم ان البطاريات بتاعتهم مش هتكفي لإنقاذهم كلهم مهما حصل، ومن الافضل ان بعضهم يضحي بنفسه. حمو شايف ان اكتر 2 حياتهم ملهاش لازمة هما اليتيم لياو او العجوز حلاوة، وعشان كده بيرفع سلاحه في وش لياو وبيقول له انه حتى لو فضل عايش ديونه مش هتخلص والافضل يموت. ومع انه حمو هو كمان عجوز يعني، الا انه بيكرر طلبه من بطلنا وبيقول له هات البطارية. لما لياو بيفكر وبيتردد شوية بيضربه حمو بالعصاية بقوة لدرجة انه بيكسرها عليه، وبيوضح لبطلنا انهم مش محتاجين يطلبوا منه يسلم البطارية لانهم هياخدوها منه بالعافية. بمساعدة صالح بيبدأوا يخلعوا البطارية من على بدلة لياو الحزين بالفعل، وبيقول له حمو انه بيعمل كده بس عشان مصلحته يمكن يصحي قدراته ويبقى صياد. لياو بيلبس قناعه تاني فورا وبيوعدهم انه لو اصبح صياد هيقتلهم كلهم. كلامه ده بيكون مجرد هبد بالنسبه لهم فبيكملوا شغلهم زي ما هما، وبياخدوا منه البطاريه وهما بيسخروا منه لانه فاكر واحد زيه ممكن يبقى صياد بجد. بعد حصولهم على بطاريه لياو بيجي الدور على ال3 عمال التانيين يا صديقي، واللي واحد منهم اسمه وحيد بيدفع بزمايله وبيطلع يجري من المكان. صالح وحمو بيلاحظوا انه بيجري على العربيه فبيطلعوا يجروا وراه لان خروجه من المكان بالشاحنه دي
دي ممكن يطفي النار ويتسبب في موتهم كلهم جوه الكهف. وحيد بيقول انه مش مهتم ابدا بكل الكلام ده، وانه بيفضل يموتوا كلهم سوا عن انه يموت لوحده بس. الشاحنة اللي هو جواها دي يا صديقي بتكون هي الشاحنة اللي بتحمل التمثال الغريب، واللي بيبدأ يسقط لما بيتحرك بشكل متهور كده. رغم تحطم التمثال الا ان محدش بيهتم بيه ابدا، وبيجروا كل العمال ورا وحيد قبل ما يتسبب في موتهم كلهم بجد. المخاوف بتاعتهم فعلا بتحصل لان صوت صرخاتهم بيعلى بعدها، وبيقول ان الوحوش بتدخل الكهف خلاص بعد ما النار انطفت. اما عن الحزين لياو فبنسمعه بيكلم شخص وبيسأله لو كان بيضحك عليه، وبيتضح ان الشخص ده هو التمثال اللي بطلنا بيفتكره بيسخر من حياته البائسة هو كمان. احد الوحوش بيدخل الكهف وهو بيجري على بطلنا وبيقول لقيت لحمة يا جدعان، وبالغلط وهو بيجري بيحطم وش التمثال فبيرتاح لياو وبيفرح فيه كمان. للأسف فرحته دي مش بتستمر لفترة طويلة لأن الوحش بيشيله، وبيسأل لياو نفسه ليه لازم هو اللي يدفع تمن أخطاء عيلته. أفكار لياو بتخليه يروح لحتة تانية خالص وسط ما مخالب الوحش كانت بتخترق صدره، وبيسأل بطلنا نفسه لو كان كل ده بيحصل له بس لأنه مجرد ضعيف. الحزين في الأمر إن بعد موت عيلة لياو كل قرايبه بدأوا يعاملوه وحش جدا، وما حدش منهم رضي يساعده بحجة إنهم في غاية الفقر هم كمان. ده حتى خاله اللي كانوا قاعدين في شقته كان بيطالبوا بالإيجار برضه. بعد ما اترمى في الشارع اتفاجئ في يوم بزعيم حيتان القرود واقف قدامه، وكان متعصب جامد بسبب البلاغات اللي لياو حاول يعملها واللي كانت هتدمر سمعتهم. الزعيم بيكمل بانه سمع ان لياو مش عايز تعويضات وانما عايز بس يعرف الحقيقة بقى هي ان عيلة بطلنا حطموا القوانين وتسببوا في حادثة كبيرة، والحادثة دي كلفت شركتهم الملايين، وده اللي خلى الزعيم يرفض يدفع اي تعويضات. احد البلطجية اللي بيسيبوا الزعيم عند لياو بيضربه وبيقول له انه غبي فعلا، لان الزعيم كان هيدفع له تعويضات في البداية لو ما كانش حاول يبلغ عنهم ويعرف حقيقة اللي حصل. بيكمل البلطجي سيد بان الزعيم ساب الديون بتاعته كمسؤولية ليه هو شخصيا، وعشان كده لو معرفش يدفع له 30,000 كل شهر وكمان يسدد الدين نفسه خلال 3 سنين، فساعتها في اشخاص هيمسكوه يعجنوه ضرب او كمان ممكن حتى يبيعوا اعضائه في السوق السوداء. لياو بيخرج عن افكاره لحظتها وبيكون متعصب من ذكرياته العبيطة، وبيقول انه مش عايز يفتكر اوحش ذكريات ليه حتى وهو بيموت. الغضب اللي جواه بيخليه يحاول يقاتل الوحش ويعضه رفضا منه للموت بسهولة. الغريب ان اسنانه الضعيفة بتسبب جرح لكتف الوحش، واللي بيرمي لياو على الارض عشان يسيب كتفه. لياو بيغمض عينيه وبيبدأ يفقد الوعي والحياة، ولكنه بيقول في نفسه انه مش حزين قوي بعد ما نجح في اذية الوحش. لياو بعدها بيسمع صوت بيسخر منه وبيقول له انه فعلا شخص ضعيف، وانه كان بيتفرج عليه ومستنيه صح قوة الصداقة قبل ما يموت ولا حاجة. لياو بياخد باله ان اللي بيكلمه ده هو التمثال، وساعتها بيرد عليه بانه على الاقل عض الوحش في حين انه هو مات ودماغه اتكسرت من غير اي مقاومة. التمثال بيتجاهل محاولة استفزازه ليه وبيقول له انه ممكن ينقذه، ولكن ده مش هيحصل الا لو اداله جسده من غير مقاومة. لياو بيرفض انه يعمل كده وبيقول له عند امك الكلام ده يا اسطى، لانه مش ممكن يسمح ابدا لمجرد وحش بس انه يتحكم فيه. التمثال بيضحك وبيسخر منه وبيسأله لو كان بجد بيفضل الموت عن الاستسلام. بره وعي لياو بقى بنشوف ان رجل الوحش اقتربت من دعس بطلنا، وسط ما كان التمثال بيوضح له انه مش بايده يرفض عرضه اساسا، وساعتها بتطلع شاشة النظام وفيها مكتوب تم تفعيل نظام ملك الظلال. أول حاجة التمثال بيعملها بعد تفعيل النظام هو لف الظلال حوالين جسد الوحش، وباستخدامها بيسحب دماغه بقوة عشان يخليها ترتطم بالأرض زي ما حصل معاه. بيقول التمثال إنه لازم يعرف الوحش ده حجمه وإنه مجرد نملة بس بالنسبة له، وكمان فهو اختار دماغ الوحش بالتحديد عشان يدوس عليها وياخد حقه من اللي عمله فيه. أثناء انشغال بطلنا بدعس الوحش الأول ومساعدة المعلم تمثال في الحصول على انتقامه، بنشوف ظهور وحوش تانية جوه الكهف، وواحد منهم بيكون ورا بطلنا بالظبط. بحركة بسيطة وبسرعة كبيرة بيلتفت لياو ناحية الوحش وبيستخدم تحكم الظلال عليه، وبيه بيصنع ما يشبه الثقب الأسود من تحته، وبيبدأ الوحش يسقط جواه كمان بعدها. خلال ثواني معدودة بيكون جسد الوحش كله تم التهامه وبتتبقى دماغه بس أمام لياو، واللي بيقول للتمثال يسكت بقى شوية طالما خلاص حصل على انتقامه من الوحش. أصل لياو هو كمان عايز ينتقم من العمال الفاسدين، وعشان كده بنشوفه بيستخدم قدرة الظلال في تقييدهم وبيسأل
بيسألهم لو كانوا لسه فاكرينه. أثناء انشغال بطلنا بوضعيته الجامدة عشان ياخد صورة حلوة بيكلمه التمثال وبيقول له إنه هيسمح له يتحكم في جسده المرة دي، بس بطلنا بيتجاهله لأنه هبات بس وبيركز مع المجرمين الموجودين قدامه، واللي بيبدأوا هما التلاتة يهددوه بإنهم هيبلغوا الإدارة عنه لو أذاهم. لما بيلاقوا إن التهديد مش جايب نتيجة بيسحبوا كلامهم بسرعة، وبيقول له صالح إنهم عملوا كده بس عشان مصلحته والمفروض يشكرهم لأنه أصبح صياد بجد. لياو بينفعل من كلامه وبيسأله لو كان بجد عايزه هو بنفسه يشكره، وساعتها حمو بيتدخل عشان ينقذ الموقف وبيقول له إنه لو سابهم هيكونوا ممتنين ليه بجد. لياو بيقول لهم إنه مش بس هيسيبهم وإنما كمان هيخليهم يتحولوا لصيادين. فرحت المجرمين بكلامه بتتبدل برعب شديد لما بيشيل الأقنعة اللي كانت بتحميهم، وبيبدأوا حمو وصالح ينزفوا فورا وهم بيوضحوا لبطلنا إنهم عواجيز، وبالتالي ففرصة نجاتهم وحصولهم على قدرة شبه معدومة. بالنسبة للشخص الثالث بقى فلياو بيسيبه يعيش لأنه ما أذاش أي حد بنفسه، وبيبدأ يقترب من العمال التانيين اللي بيحاولوا يترجوه يسيبهم لأنهم ما عملوش أي حاجة وحشة. لياو بيفاجئهم لما بيرمي البطاريات جنبهم بس، وبيقول لهم ياخدوها عشان يصمدوا لحد ما الدعم يوصل. التمثال يا صديقي واللي هنقول عليه ظل بيكلمه وقتها وبيقول له يبطل يتعاطف مع الناس زي العبيط، ما هو ظل شايف إن الهبل ده هيعود عليه بضرر كبير مستقبلا، وإنه لو بجد عايز يبقى ملك الظلال فلازم يكون شخص جاحد. لياو بيرفض نصيحته وبيقول له انه مجرد نظام بس، فبيسخر منه ظل وبيسأله لو فاكر نفسه بجد جامد وهو كان لسه هيعيط من شوية لما كان بيموت. خروج لياو من الكهف بيخليه يشوف مجموعة كبيرة من الوحوش ومعاهم واحد مختلف عنهم شوية. لياو بيقول انه متوقعش وجود العدد ده كله منهم، في حين ما كان بينصحه ظل انه يسلمه التحكم في جسده او يتصرف بنفسه. الوحوش بتقطع محادثتهم وواحد منهم بيقترب منه بسرعة كبيرة، وساعتها رجل لياو بترتعش من الخوف فبيسخر منه ظل. لياو بيتجاهل كلماته وبيدفع بنفسه للخلف عشان يبعد عن مجال الهجوم، ولكن الوحش بيحاول يغفله بمخالب ايديه التانية من الاعلى. لياو مش بيلاقي اي حل غير انه يستخدم ايديه بس في صد الهجوم، ولحسن حظه بينجح في كده. لكن للاسف يا صديقي فبطلنا حاليا مش في مواجهة وحش واحد، وعشان كده بنشوف وحش تاني بينقض عليه من الخلف بسرعة كبيرة. رغم كل الاكشن ده الا ان سرعة بطلنا الكبيرة بتخليه يلف بسرعة ويتفادى الهجوم برضه. لياو مستغرب من تحركات جسده العجيبة دي وبيقول ان سرعته كبيرة جدا حتى من غير ما يستخدم الظلال. فرحة بطلنا بتروح للأسف لما ظل المستفز بيسخر منه تاني وبيقول له انه عديم النفع فعلا من غير مساعدته. كلام ظل بيخلي لياو ينفعل عليه وبصوت عالي بيصرخ بانه مش محتاج لأي مساعدة، وبيشحن هالة الظلال في ايديه نتيجة غضبه ده. مع وصول أول ضربة للوحش بنشوفه بيطير لبعيد وسط صدمة لياو الكبيرة، وبيقف شوية في مكانه وبيسأل نفسه ازاي قوته زادت رغم رفض ظل انه يساعده. مشكلة لياو حاليا ان هجومه اللي فات ما سببش اي ضرر للمعلم وحش باشا، وعشان كده بيبدأ بطلنا يتمنى لو كان معاه سلاح يقدر يهاجم الوحش بيه. امنيته بتتحقق بالفعل وباستخدام هالة الظلال بيكون خنجر جامد زي لولو سيفلينج. الكاتب بيلاحظ انه زودها شويتين فبيطلب من لياو يكتفي بخنجر واحد مؤقتا، بما انه لو مسك خنجر بس كمان فمش بعيد ياخد استرايك بسبب حقوق النشر. بسرعة كبيرة وباستخدام قوة الخنجر الجديد بيتحرك بطلنا، والمرة دي هجومه بيكون اكتر من كافي انه يفلق الوحش نصين. لياو بيفرح وبيقول انه مش مصدق انه بجد خلص على الوحش وانه بيقدر يستخدم قوة الظلال براحته من غير موافقة ظل المستفز. فرح بطلنا بقوته بتخليه يدخل زي المجنون في وسط الوحوش، وبيكون عمال يغني اغنية الدنيا زي المرجحة والله ولعبت يا زهرة. على بداية المعركة بيعدي الوقت بسرعة وبنشوف ان لياو خلص على كل الوحوش، ولكنه في المقابل بيكون محتاج ياخد نفسه شوية من شدة التعب، وبيطلع له النظام كمان برسالة بيقول له فيها انه اصبح صياد من الرتبة اي. بينتهي المشهد ده وبنشوف لياو بعدها نايم جوه المشفى، وبتقول الممرضة ان جسده سليم خالص ولكن الغريب انه لسه فاقد الوعي. الطبيب بيرد عليها بان الصيادين بيحتاجوا الوقت استشفاء لما بيستخدموا طاقة كبيرة، وساعتها الممرضة بتشوف بطلنا كشخص وسيم بشكل مفاجئ وبتكون مهتمة تعرف رتبته كمان. اما عن ظل الحزين بقى فبيكون عمال يغني اغاني حزينة جدا، وبيسأل نفسه انا ايه اللي خلاني ادخل في جسد عيل من رتبة ايه بالظبط. ما هو المفروض اي حد يحصل على نظام الظلال بيبقى من رتبة اس، او على اقل تقدير يكون من رتبة بي يعني. لما بيبدأ ظل يتكلم عن الجانب المشرق وان لياو اعتاد على التحول بسرعة بيفتح بطلنا عنيه وبيقول له سمعتك يا اسطى وانت بتقول كلام وحش عني. ظل بيقول له طز فيكو في اللي سمعته، وبيوضح له انه يبقى من حضارة قاتل الملوك القديمة، وعشان كده فلو سلم له جسده وسمح له يستخدمه في استعادة العرش بتاعه هيكافئه جامد.
لياو بيقول في نفسه انه مش فاهم ولا كلمة من العبيط ظل ده، ولكنه مستحيل يثق فيه ويديله جسده لانه شكل الصراصير بس. كل افكار بطلنا طبعا بيسمعها ظل وعشان كده بيتعصب جامد، وبيقول له ان حصوله على جسده يعتبر شرف ليه اساسا. لياو بيكمل شتايم في لحظتها وبيقول انه اول مرة يشوف صرصار الوان في حياته، وانه اكيد طمعان في جسده لانه ملون وزبالة. افكار بطلنا بتنهمر على ظل زي السيول وبتكون كلها شتايم، فبينفعل منه جامد وبيرفع صوته على بطلنا وهو بيقول له يبطل يفكر خالص والا هيفلقوا نصين في الحال. ظل بيفكروا انه هو الاقوى من بينهم وبيمسكوا واحدة خانقة الموت، وبيوضح له بشكل مهين انه اختاره بس لانه كان بيموت ومجبر يعمل كده. من هدومه بيشيلوا ظل وبيرميه جوه احد الابعاد اللي هو فتح بوابتها بنفسه، وبيقول له انه هيديله مهلة 3 ايام يوصل فيهم للرتبة دي والا هيخلص عليه. لياو بيستغرب لما بيلاقي نفسه جوه البعد وبيسأل ظل انا جيت هنا ازاي، ولكن ظل بكل برود بيرد عليه بانه حاليا جوه اختبار من الرتبة اي. الاختبار ده خاص بعشيرة قاتل الملوك، واي واحد فيهم كان بيوصل لسن البلوغ كان بيدخله، وبيكون لياو مستغرب لانه المفروض بشري مش من العشيرة بتاعته دي. لياو بيبص بعدها على الوحش اللي قدامه وبيعرف من رسالة غريبة ان اسمه العنكبوت المدرعة، ولكنه بيكون مستغرب هو ازاي يعرف اسمه مع انه اول مرة يشوفه. بيندهش لياو من رد ظل لما بيقول له انه اندمج معاه حاليا من خلال نظام الظلال، وقاعدة بيانات النظام دي هي نفسها ذاكرة ظل واي معلومات يعرفها هتطلع لبطلنا في هيئة رسائل. لياو بيتقبل كلامه وبيبدأ يهاجم الوحش بسرعة كبيرة، ولكن كل هجماته بيتم صدها من قبل العنكبوت اللي سرعته خيالية. العنكبوت بيرفض يدافع بس فبيحاول يهاجم لياو، ولكن بطلنا بيتفادى الهجوم وبيقول انه حدد نقطة ضعف الوحش بفضل النظام. بحركة خفيفة وقفزة للأعلى بيقدر بطلنا ينقل نفسه خلف الوحش وبيديله واحدة بالخنجر في الحنبلة، ومعرفش ايه نقطة الضعف العجيبة دي. لسوء حظ لياو فالوحش بيهجم عليه بعدها عادي جدا ولا كأن اي حاجة حصلت، ورغم صد بطلنا للهجوم الا انه بيتم دفعه للخلف مسافة محترمة يا صديقي. سبب عدم نجاح هجوم بطلنا هو صلابة جسد الوحش مش عشان نقطة الضعف غلط ولا حاجة. كالمعتاد فظل بيستفز بطلنا وبيناديه بالتوت الضعيف فبيتعصب، وبنشوفه بينطلق ناحية الوحش وهو بيقول لظل انه مش محتاج مساعدة منه رغم كل الهبد بتاعه، الا ان هجماته التالية كلها بتفشل ضد الوحش برضه. فبيسأل نفسه لو كان ده معناه ان قوته مش كافية لاختراق دفاعات الوحش، وشكله كده نسي ان ظل بيسمع افكاره العبيطة دي كلها. هجوم الوحش التالي على بطلنا بيقذفه لبعيد فبيرتطم بالحائط وكمان بينزف، ومع كده مش بيهتم بإصابته دي لما بيلاحظ وجود مادة لونها أخضر على كتفه. لما بيبص لياو ناحية الوحش بيفهم إنه قدر يجرحه بأحد هجماته اللي فاتت وأخيرا، وساعتها بيبتسم وبيقول إنه وجد نقطة ضعف الوحش الأصلية مش النقطة البايظة بتاعة النظام. طبعا يا صديقي فسبب عدم حصول بطلنا على كل معرفة ظل بجد حاليا هو مستواه المنخفض، وكمان لأن ظل مش راضي عنه ومش عايز يساعده نهائيا من الأساس. وسط ما كان ظل منبهر لأن بطلنا قدر يفعل مهارة عين الظلال لوحده، بنشوف إن لياو نجح في قطع إحدى أرجل الوحش بضربته التالية. ظل المستفز بيسأل بطلنا إيه الهدف من استهداف أرجل الوحش مع إنه عنده كتير غيرها، والطاقة اللي لياو استخدمها في التخلص من رجل واحدة بس كانت كبيرة جدا. لياو بيرد عليه بإن الأمر بسيط وإنه بس بيحاول إنه يضعف من دفاعات الوحش عشان يعرف يستهدف نقطة ضعفه. ظل بيسخر منه وبيغني إن سرها إن نقطة ضعفها في حين ما كان بطلنا بيتجاهله عشان سخيف. بينقض لياو بعدها على الوحش وبيستهدف بطنه، وبيقول انه واثق ان دي نقطة ضعفه لانه كان بيحاول يحميها بشتى الطرق. ما هو سبب وقوف الوحش ده دايما من غير خوف هو انه واثق من صلابة جسده الخارجي، بما انه فاكر ان مفيش اي شخص هيحاول يستهدف بطنه لان الوصول اليها صعب. هجوم بطلنا ده بيكون اكتر من كافي للقضاء على الوحش فعلا، في حين ما كان ظل حزين لان المضيف الحالي بتاعه اضعف من صباع رجله الصغير. نظام الظلال بيبدأ يمتص طاقة جوهر الوحش وبيقرب لياو شوية من الرتبة دي، في حين ما كان ظل بيشرح له ان جواهر الوحوش هي اسرع وسيلة لرفع قوته. محادثتهم سوا بتنقطع بصوت وحش بيقترب منهم، وبيقول بطلنا انه سمع صوته ولكنه مش شايف اي حاجة منه. ظل بيطلب منه يستخدم تقنية عين الظل زي ما عمل من شوية، ولكن لياو العبيط بيسأله مهارتي دي يا اسطى بالظبط. لأول مرة ظل بيبدأ يساعده ويشرح له يستخدمها ازاي، وبيقول له انه بيعمل كده بس
عشان يحاول يخليه يوصل بسرعة على الرتبة دي. المصيبة انه بمجرد ما بيفعل المهارة وبيشوف الوحش بيتفاجأ انه بدأ يهجم عليه بشظية حجرية من بعيد. لياو بيقدر انه يتفادى الهجوم بتاعه بفضل تفعيله للتقنية بتاعته قبل الهجوم بثواني. بيحاول بطلنا ياخد نفسه شوية ويسأل ظل عن سبب سرعة الشظية دي وبتتكون من ايه، لانه شاف اثرها من شوية لما اصابت الجدار وتسببت في انصهاره بطريقة ما. الوحش بيرفض يسمح له يكلم ظل في هدوء وبيتابع هجماته عليه، وعشان كده لياو بيضطر يتكلم اثناء صد الهجمات وبيسأل ظل هو ليه مش قادر يشوف مصدر كل الهجمات بوضوح. لما ظل بيقول له ان ده بسبب ضعفه بيتعصب وبيبدأ يجمع طاقة اكبر في عينيه، وبيكون ظل مستغرب جامد من قدرته على التحكم في الظلال بأريحية شديدة كده. باستخدام عين الظل بطلنا بيبدأ يحلل قوة ومهارات وحش العقرب ده، وبيقول له ظل شكلك بقيت بتعرف تستخدم قاعدة البيانات من غير مساعدتي. فرحت لياو بقدرته الجديدة بتروح بعد ثواني من اللي عينيه بتشوفه وبيكون متوتر. ما هو عدد الوحوش الموجود قدامه كبير جدا، وبيفكروا ظل ان الحشرات دايما بتكون موجودة في جماعات. الوحوش بتحاول انها تحاصر لياو من كل الجهات، ولكنه بياخد وضعية معينة بحيث يمنع الهجمات من احدى الجهات وسط دهشة ظل. اللي احنا كنا خايفين منه للاسف بيحصل بعدها، لانه بيطلع خنجر تاني يا صديقي. غضب لياو من مدى ضعفه بيخليه يقدر يفعل هالة الظل ويطلقها بره جسده، والهالة دي بتكون اكتر من كافية للقضاء على بعض الوحوش. ظل بيقول له مبروك يا اسطى، انت كده ايقظت المستوى التاني من قوة الظلال، مع انه مش فاهم ازاي مجرد صياد من الرتبة ايه عمال يطور من قوته بسرعة كده. لياو بيستخدم قوة ظلال المستوى التاني في تتبع تحركات الوحش، وبيلاحظ ان مهارة عين الظل بتاعته بقت ادق بحوالي الضعف في رؤية هجمات الوحش. المدهش اكتر من كده كمان انه شايف حاليا اكتر من نقطة ضعف واحدة لكل وحش، وبيقول له ظل انه لو هاجم اي نقطة منهم هيخلص على الوحش بقوته الحالية. لياو بيحب يفرض عضلاته شوية فبيهجم عليهم كلهم من بعيد بهجوم واسع المدى، والهجوم ده بيكون باستخدام مهارة اسمها أشواك الظل، ودي مهارة اتعلمها من ثواني بس. بعد امتصاص جواهر الوحوش بتوصل نسبة اقترابه من الرتبة دي ل 3%، وبيكون لياو حزين لأن كل وحش بيزود التقدم بتاعه بحوالي 1 إلى 4% بس. لياو بيشجع نفسه وبيقول إنه لسه لحد أول امبارح كان مجرد عيل بحفاضة، ودلوقتي يقدر يكون صياد من الرتبة دي لو تعب شوية بس. بينقض على الوحوش بعدها وبيخلص عليهم بضربة واحدة لكل وحش، وبتكون نسبة التقدم بتاعته عمالة بتزيد بسرعة بفضل عين الظل. أحد الوحوش بيحاول ينقض عليه من الأعلى بسرعة غريبة، ولكن لياو بيتفادى الهجوم. بيقول إنه نسي خالص موضوع وجود أنواع تانية من الوحوش وكان هيدفع الثمن غالي بسبب كده. لياو بيحول الخنجر بتاعه إلى صوت طويل أو كرباج يعني، وبحركة بسيطة منه بيقدر يلفه حوالين جسد الوحش وبيقيد حركته. بيسحبه لياو ناحيته بقوة بعدها، ولما بيقترب بيغفله بالخنجر اللي في ايديه التانية، بيفصل دماغ الوحش عن جسده وهو بيقول له لو راجل جرب تطير تاني. العقارب لحظتها بتحاول تستغل الفرصة في الهجوم عليه من بعيد بهجمات بعيدة المدى. بيتعصب لياو وبيفكرهم ان هو كمان بيمتلك سلاح بعيد المدى برضه حاليا، وبيهجم عليه بالكرباج بتاعه زي ما ابوه كان بيعمل معاه وهو صغير. مع موت الوحوش بتوصل نسبة التطور لحوالي 13% يا صديقي. وقتها واخيرا بطلنا بيبدأ يشد حيله ويوسع من مجال هجماته، لان الفصل كله كده تقريبا قتال والوضع خطير يا عم سمير. ظل المستفز بيقول ان قوة بطلنا ممكن تكون كويسة فعلا، ولكن وضعياته قتالية زبالة. بيشكر ظل في نفسه وبيقول ان كل اللي فيه بطلنا ده بفضله هو، لان وصول قوة الظلال عنده للمستوى التاني زودت من قوته وسرعته وكل حاجة تانية. لكن اللي اليوم ما يعرفوش بقى هو ان مفيش حاجة ببلاش في الدنيا دي، وان استخدام قوة الظلال بتستهلك المنى بسرعة. رؤية بطلنا بتبدأ تبقى ضبابية مرة واحدة، في حين ما كان ظل بيقول ان لياو تعب بسرعة لانه بيمتلك منى قليلة بسبب انخفاض رتبته. احد الوحوش بيستغل فرصة ارتباك بطلنا وبيهاجمه في ظهره باستخدام خلبه، في حين ما كان لياو بيفكر نفسه انه محتاج يرفع قوته عشان ينتقم لعيلته. بيقول لياو ان في اسرار كتير محتاج يعرفها من شركة نيجي، ودي الشركة اللي بيستخدموها حيتان القرود كغطاء لاعمالهم الاجرامية. لياو مش بس عايز يعرف منهم ازاي عيلته ماتت، بل وكمان عايز يدفعهم تمن اجباره على دفع ديون عيلته. وسط ما كان لياو بيكمل معركته بنشوف ان عداد الزمن عمال بينخفض، وفي نفس الوقت نسبة التطور بتكون بتزيد لحد ما بتعدي 80%.
مع وصول الوقت المتبقي ليه جوا البعد السري لحوالي دقيقتين فقط بيكون التطور بتاعه هو كمان وصل ل 95%. ظل بيوصل كمان لاستنتاج مهم عن سبب قوة بطلنا الكبيرة رغم ان رتبته لسه ضعيفة، وبيقول ان الكراهية البشرية اكيد بتغذي قوة الظلال بتاعته، بمعنى ان كل ما زادت رغبة لياو في الانتقام وزاد غضبه كمان فساعتها قدرته على استخدام قوة الظلال بحرية اكبر هتزيد برضه يا صديقي. ظل بينادي على لياو وبيفكره انه لو فشل في الوصول للرتبة دي هيخلص عليه. لحظتها بطلنا بيقوم بسرعة وبيشحن كمية كبيرة جدا من قوة الظلال في سيفه، وبالسيف ده بينقض على الوحوش املا في اكمال التطور بتاعه قبل انتهاء الوقت. مع وصول العداد لثانية واحدة بس بيبلغ النظام بطلنا انه اصبح من الرتبة دي بالفعل، وسط ما كان ظل بيحذره من انه هيدفع الثمن غالي لاستخدامه الكمية الكبيرة دي من الطاقة مرة واحدة. جسد بطلنا بيبدأ يضعف بالفعل ولكنه مش بيفقد الوعي، وعشان كده ظل بيبارك له. بياخد لياو باله من وجود خنجر على الارض فبيسأل ظل عنه، ووقتها بيعرف انه خنجر من عالم ظل وان قوته بتعادل الرتبة ايه بحالها. لياو بيروح يمسك الخنجر ولكنه بيكتشف انه اكبر من سيف استا من انمي بلاك كلوفر حتى، وبيسأل ظل لو كان في الاصل من قبيلة العمالقة ولا ايه حكايته بالظبط. ظل بيتجاهل سؤاله وبيقول له ان قوة الظلال اكبر من اي سلاح، ولكن لياو مش بيهتم بكلامه وبيبدأ يخزن كل الاسلحة اللي في الكهف جوا بعض الظل الفراغي. ظل بيسأله لو كان بجد هيستخدم الاسلحة بدلا من قوة الظلال، ولكن لياو بيطمنه بانه هياخدهم بس عشان يبيعهم. لياو بيكمل بانه مش هيقدر يبيع اي حاجة غير ما يبقى صياد رسمي الاول، وعشان كده اول حاجة هيعملوها فور الخروج من البوابة هي انهم يروحوا يسجلوا في نقابة الصيادين. ولحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكات جميل والاشتراك في القناة عشان يوصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.